لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1085 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامة رب العالمين وهي دار مئوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بەڵێ خۆشەویستان کلوانەی ڕابردوو لە ئاەتی پێشووتر کە ڕەب العالەمین باسی لەوە کردکەوە نەهاتێ لە بۆ مسلمانانی ئەهلی مەدینە و دەوروبەری مەدینەش لە ئەعرابی و دەشتەچیەکان کەوا کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەردەچی لە بۆ غەزا لە پێناوی ئەڵڵاه تەعالا نەهاتیە لە بۆیان کەوا دواکەون بەگەر پێغەمبەر نەکەون صلی الله علیه و سلم نەفسی خۆیان بە پێش نەفسی پێغەمبەر بێخن صلی الله علیه و سلم لەبەرەوەی کاتێکەوە جیهاد دەکەن لە پێناوی ئەڵڵاه تەعالا هەر تێنیاتی و برسێتیەک هەر مەشەقەت و ماندیبوونێک کاتێکەوە هەر جێگایەک پێیان دەگاتێ و کافرەکان دەبیتەمایی ڕقهەستانی ئەوان و هەروەها هەر شتێک لە کافران بەدەستێن هەر هەموو ئەوانە خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا بە عەمەلی صالح لێیان دەنووسی ئەگەر بێ ئاگاش بن لە نیەتەکانیان مادام هەدەفەکە زۆر پیرۆزە خی گەورە هەمووی بە عەمەلی صالح لێیان دەنووسی. ئیتر لە تەواکەری ئەوەتەش دەفەرمی هەر نەفەقەیەک دەیبەخشن کچکەیان گەورە لەو پێناوە هەر دۆڵێک دەبڕن ئیلا لە بۆیان دەنووسرێ بە عەمەلی صالح ئەڵڵاه تەعالا پاداشیان داتەوە بە چاکترین کردەوە کە ئەوان کردیتیان. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم أي ولا ينفق الغارون في سبيل الله الغازون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا نفقة كبيرة كواتا هر نفقيك أو كوا غزادك لبناء خواهي قول سبحانه وتعالى هر نفقيك كدي بخشي أو ذا كتكبيان قورة ولا يجاوزون في غزوهم واديا وهروها لو غزاي كوا ديكن لري خوان هر دوليك دبرن ذاهبين أو راجعين لكاتي رويشتنيان لكاتي هاتنويان إلا كتب لهم ثواب ذلك حتى بريني أو دولش كاتك دولك دبرن بارتزاويك دبرن مسافيك دبرن لتونيان لهاتي هر هموي هر بخشينشان كسكبيان قولا هر هموي لبيان دنسري. وكل حديثك إمام بخاري رواية كردية عبد الرحمن كوري جبر خويل رازي بدفرمي في صلى الله عليه وسلم فرموي مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هەر کەسێک لە پێناوی ئەڵڵاه تەعالا پێیەکانی تۆزاوی بوون ئەو پێیانە ئاگری ناگاتێ. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي كتب لهم ثواب عملهم ذلك ترخوای گەورە هەموو ئەو کردەوانە لە بۆیان دەنووسی و پاداشیان داتەوە ليجزيهم الله عليه تاوک پاداشیان بداتەوە كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها. كات پاداشیان داتەوە بە چ شێوەیەک لەناو کردەوەکان ئینسان کاتێکەوە کردەوە چاش دەکات دەرەجاتی هەیە کردەوە چاککار هەندێک کردەوە هەیە زۆر بە ئیخلاسەوە ئینسان ئەنجامی دەدا و هەروها زۆر ڕاست و دروستە چونکە معلومەکەوە شەرتی قبولی عەمەل ئیخلاس و سەوابە. ئیتر ئەو کردەوە چاکانی کەوە مسلمان ئەنجامی دەدا با بڵێن لە مەسەلەی ئیخلاس و لە مەسەلەی سەوابی دەرەجاتی هەیە. ئیتر لە ناو کردەوەکانیان کامەیان لە هەمووی بە ئیخلاستر ئەنجامیاندایە لە هەمووی سەوابترە تەمەنەوە ئەجر بەهاداش لە هەمووی زیاترە. خۆی گەورە دەفەرمی هەموو باقی کردەوەکانی تکەیان کە لە پێناوی ئەڵڵاه تەعالا ئەنجامیاندا هەر هەمووی بە چاکترین شێوە لێیان ئەژمار دەکرێت واتە بەو پەڕی ئیخلاس
بەو پەڕی سەوابەوە چ ئەجر پاداشەکە خوای گەورە ئەو مقدارە ئەجر پاداشیان داتەوە کەواتە قەزیەیەکەوە ئەو هەموو حرەکات و سەکەناتیان بە عیبادە لە بۆ بنووسرێ حیفە لە دەستی خۆیان دەدەن و بەگەر پێغەمبەر ناکەون صلی الله عليه وسلم. بەڵێ ئاەتی دواتر دەفەرمی وما كان المؤمنون لينفروا كافة لە بۆ ئیمانداران نەهاتێکەوە هەمووی پێکەوە دەربچن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لە هەر کۆمەڵێک تاقمێک با لێیان دەربچیتن ليتفقهوا في الدين تاوەکو لە دینی الله تعالى تفقه بکەن و تێبگەن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وتاوكو إنذاري قومكان بكن كاتك ذكرين ولان لعلهم يحذرون تاوكو حذري خويان وربقرن لو آتدا بكرتي دلي يبين تعالى خوي يقول له ما بان أنه لا ينبغي لجميع المؤمنين أن ينفروا كلهم للجهاد في وقت واحد مقر نفير عام بيتكو ديارة بابلين جهادش حالاته حالته كوا نفير عام كوا لسن حالته إعلان نفير عام دكا بابلين ولي أمري إيمان داران إعلان نفير عام دكا هر همو يدبي دربسن بلام أول حالته سن حالته اشتايبته بلام بقشتي لبو إيمان داران نهاتي هر همو يبيكو دربسن لبو جهاد كردن ليكادا فهلا نفر من كل فرقة جماعة منهم للقتال بەڵکو لە هەر تاقمێک و لە هەر مەجموعەیەک تاقمێک لەوان مەجموعەیەک لەوان دەردەسی لە بۆ جیهاد نەک هەموویان ليتسنى لجملة المؤمنين تعلم دين الله کەواتە بە چەند شێوەیەک لێدرایەوە ئاتە بەڵام لە سەرتادا ئەوە یەک لە شێوازەکانە کەواتە لە هەر مەجموعەیەک تاقمێک لەوان دەردەچی باقی دەمینێنەوە تاکو ئەوانەی کە دەمینێنەوە ئەو ئەوانەی کە دەمینێنەوە تاوەکو بەردەوام بن لە خۆفێرکردن و خۆشارزاکردن لەلایەنی علمی و لە دینی خوا ببقاء طائفة أخرى منهم لهذا الغرض کەواتە لە هەر مەجموعەیەک هەندێک دەردەچن و باقی دیکە دەمینێنەوە تاوەکو زیاتر خۆشارزاکەن لە دینی خوای گەورە ولينذر الذين قعدوا للتفقه النافرين للجهاد إذا رجعوا إليهم تاوەکو کاتی ئەوانی کە دەرچوون لە بۆ جیهاد کە دەگەڕێنەوە ئەوان کە کەماینەوە لە بە خۆشارەزاکردن لە دینی خوای گەورە کاتێکەوە ئەوان دەگەڕێنەوە مجاهیدەکان ئەوانی دیکە بەو عیلمەی کە فێر بووینە ئاگاداریان بکەنەوە لعلهم يحذرون غضب الله وعذابه تاوەکو ئاگاداریان دەکەنەوە تاوەکو خۆ بپارێزن لە ئەنجامدانی کارێک کەوا لە نەتیجەدا الله تعالى لەیان تووڕە دەبێت سزایان دەدا مناسبة وآت لقل أو بيشتري وكل سورة إلى تفسير منار دليه إن هذه الآية من تتمة أحكام الجهاد بالقتال أو آتاش لتوكري أحكام كاني جهادي قتالة كجهاد جهاد بدعوة قلت لي جهاد هر جهد كصرف كلمة الله تعالى جهاد مەڵام شێوازێک لە شێوازەکان جیهاد قیتالە ئیتر لەو سوورەتەدا بە تایبەتی و لە چەندی سوورەت کەش خوای گەورە ئەحکامی قیتال لێمە باس کرد دەفەرمی ئەو ئاتەش کە لە کۆتایی سوورەتی ئەتەوبەیە لە کۆتاییەکانە دەفەرمی تەواوکەری ئەحکامەکانی قیتال و جیهادە مع زيادة حكم طلب العلم والتفقه في الدين وهروها ليردا لضمن أحكام كان قتال خوای گەورە باسی لە طلبی علم و خۆفێرکردن و خۆشارەزاکردن لە دین باس کردێ وهو آلة الجهاد بالحجة والبرهان بەڕاستی خۆشارەزاکردن لە علمی شەرعی و خۆشارەزاکردن لە دینی الله تعالى ئەویشان ئالەتی جیهادە بەوەی کەوا جیهادکردن لەگەڵ دوژمنان بەچی بە بەڵگە و بە دەلیل الذي عليه مدار الدعوة إلى الإيمان وإقامة دعائم الإسلام كواتا خوفير كردن وخوشارزا كردن لديني خواي قورو خو قايم كردن خو دولمند كردن وخو بهرمند كردن لعلمي شرعي لبوي كوا عيني لبو أوي كوا فعلا دعوة وبانقواز بردوان بي لبو بانقواز كردني خلشيو وهروا دامزران دني
بابلين دعائم إسلام ودينجا كان إسلام لنا كوملقا، وإنما جهاد السيف حماية وسياج. كواتب علوم الشرعي ودعوة بانجوازة كوا خلشي دين كود ابن ولا إسلام شارزاد ابن إسلامتي داد مزلنا كوملقا وحكمي بيدكري جهاد كش لبو أوي كوا دفاع لو كياني بكري كوا لنتيجة خوشارزا كردن لديني خواي قولو دا مزراندن وجيب زي كردن وتطبيق كردن أحكام كان كوا بعلوم الشرعي دكري إنزا جهاديش دفاع وحماية أو كيانة دكا كوا لسر وأساس دا مزرايا. ابن عاشور هل مناسبة واعتدى عليه. وأيضا لما كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد، غالبي أو سورة أو بك هاندان لبو جهاد كردن وتنديدا على المقصرين في شأنه، وهروا سركونا كردني أو كساني كوا كمكرتيان هي تقصيريان هي لجهاد. وانتهى الكلام قبل هذا بقوله تعالى يتر لبيجا واتخوا يقول سبحانه وتعالى باس ليسكر ما كان لأهل المدينة ومن حول من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله كوا باس ماكر كأخوة يقول سبحانه وتعالى سركوني أهل مدينة دور بارك كوا ندبوا إيوان تدابي كوا بباش كويلة بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمحض المسلمين للغزو كواتا هموم بەبەستەکە ئەوەیەکەوە پێویستە مسلمانان خۆیان یەکلا بکەنەوە لە بۆ غەزاکردن لە پێناوی الله تعالى. وإذ كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة. ئیتر یەک لە مەقاسیدەکان و مەبەستەکان لە ئیسلام ئەوەیەکەوە ئەو علومە شەرعیە و ئادابەکانی کەوا خوای گەورە ڕەوانەی کردیە پێویستە لە نێو هەموو ئومەت باز بكري وبلاو بكريتوا. وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين، وهروها وما بستكا ويكا كوملقا دا مزري خلشي كوب بنوا لسرت أساسك قائمة بعلم الدين كوب بنوا لسر أويكوا أو علم شرعية جيب بكري وكوملقاي لسر بنا بكري. وتثقيف أذهان المسلمين، وهروها مسلمانا روشنبير بكرين بو علم الشرعية كواخواي وناديتي كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها تاوك سياسة كردين أو أمته بو شوازيبي كالله تعالى ديوي أو هم لرقاء علموية. من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جندا، وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله. إتر ناش كري هموي هر مجاهد بنو هموي خريش جهاد بنو واز لعلوم الشرعي بين النخر بلكو همو آني كباس ماكر لدا مزراني كوملقا لسال أساس الشرعي فرتو بلاو بونوي آداب وأخلاقي شرعي كواخواي يقول إيمان داراني دوي أو أمته أو كوملقا لخلال علوم الشرعي ودعوة كردن لبو علم شرعي أو كوملقا دادا مزري أو أحكامنا زي ذكرة إتر أو كسيك خريشي علوم الشرعية وخلشي بوشوي روشنبير دكا بديني خواي جور سبحانه وتعالى تسي كم تدنيا لو كسيكوات جهاد دكا لبو جهاد دكاش لبو حماية ودفاع لو كوملقاي كوا لخلالي زي كرني أحكام كاني شرعي دادا مزري كأويشان لخلالي شارزابون لعلمي الشرعي دي كواتا أو كسيك خريج علمي الشرعية بوني هذا هيس كم تدنيا لو كسيكوا جهاد دكا لبيناي خواي جورا. إذ من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين يترهردوشيان أو كسيك خريج علوم الشرعية أو كسيك مجاهدة وجهاد كالبين إخوائي قولا هردوشيان كار دكان بالتأييد أو دينا. فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه. أويان بابرين تأييدي دكا بويكوا دا صلاة إسلامتي زياد بكاو أتباعه هواني كوا دين شوين كوتي أو دين دبن زياد من لخلال دعوة علوم الشرعي أويان خريج أويا. والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان
و ئەوەی دیکەشیان تەئیدی دەکات بۆی کەوا تەثبیت و خۆڕاگری بکە و دیفاعی لێ دەکاتن ئیتر هەردووچیان پێکەوە شان بەشانی یەکتری ئەوانەی کە خەریکی علومی شەرعینە ئەوەی دیکەشیان کەوا دیفاع لە کیانی ئومەت دەکات هەردووچیان پێکەوە تەئیدی ئەو دینە دەکەن لە نەتیجەی هەردووچیان پێکەوەیە ئەو دینە دادەمەزرێ و بەردەوام دەبی. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي وما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كلهم في وقت واحد للجهاد في سبيل الله كواتا لبو إيمان داران نهاتيا كوا هميان بيكوا ليكادا دربتسن لبيناوي جهاد كردن لبو الله تعالى. أبو عبيد قاسمي كري سلام درباري وآتا دفرمي فلولا هذه الآية أقرأ أتنبوها لكان الجهاد حتما واجبا على كل مؤمن في خاصة نفسه وماله كسائر الفرائض. أقرأ أتنبوها كوالير دبيان دكا جهاد فرضي كفاية بلام لهندك حالة دبت فرض عين دل أقرأ أتنبوها كوابيان لويك كوا جهاد فرضي كفاية أقرنا دبوه فرض عين لسرها مو مسلمانك لسر خوي ومالكي دبو فرض عين هل وكو باقي فرزكاني دكا. ولكن هذه الآية جعلت للناس الرخصة في قيام بعضهم بذلك عن بعض كواتأو آتا فعلا بلقيه لسر أوي كوا جهاد فرض كفاية كسانك بهالبستن لسر همو باقي وانت كلا دكويتن بلا وكو غوتيشمان لهندي كادا دبت فرض عين كأيوشيان تنحالة اجتايبته كالأحكام كانوا لكتب أحكام زياتر بيان كرايا بلام حالة طعامك أو كواجهات فرض كفاية والله أعلم. إتلبرتوا بنك دوستين ببشتواني الله تعالى لو أنا دهتو دينو خزمت أو آية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.